عباد الله، إن كثيرا من الناس يشك أو يتشكك في كون المعاصي سببا للمصائب، وذلك لضعف إيمانه وقلة تدبره لكتاب الله عز وجل. وإني أتلو على هذا وأمثاله قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال بعض السلف: إذا رأيت الله ينعم على شخص ورأيت هذا الشخص متماديا في معصيته فاعلم أن ذلك من مكر الله به، وأنه داخل في قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أيها المسلمون، يا عباد الله، والله إن المعاصي لتؤثر في أمن البلاد وتؤثر في رخائها واقتصادها،